السلام عليكم، أهلًا أصدقائي، أهلًا بيكم في جولة من جولاتنا في فرشة الصياد. فرشة الصياد هتشوفوا فيها حاجات كتير بتبقى على الفرشة، سيرفرات، صنادل، فلاتة، شوزات، يعني هتلاقوا الفرشة دي متنوعة والفرشة دي معروفة هناك في الرواعي. أي حاجة في الفرشة ب125. الأول كانت ب110، دلوقتي 125. أنتم عارفين طبعًا إن الحاجة غليت. وإن شاء الله هتستمتعوا معانا بالجولة، فخليكم معانا وهتشوفوا في الجولة جولات تاني برضه في نفس الشارع. وهم شغالين كل يوم من 10 الصبح ل22 ما عدا يوم الحد، يعني بيمشوا قبل المغرب. يعني يوم الحد روح لهم كده بعد العصر، يعني مثلا اللي فاضي يوم الحد يروح لهم بعد العصر. هتلاقوهم إن شاء الله قبل المغرب بشوية برضه هتلاقوهم، علشان تكونوا عارفين المواعيد هناك. الفرشة ديّة يعني دي الفرشة دي بواقي المحلات. فبواقي المحلات طبعًا بتبقى الخامات زي ما أنتم شايفينها كده مميزة عن شغل الورش. لإن دي طبعًا بواقي المحلات الكبيرة اللي بتبقى أسعارها طبعًا يعني معدية وغالية، لكن بننزل للشارع دوّة بأسعار رخيصة. يعني طبعًا 125 برضه في غلاء الأسعار برضه مش حاجة. طبعًا لو هتشتروها من مكانها الحاجات ديّة معدية، وأنتم عارفين طبعًا المحلات دي اللي بتبقى في الأماكن اللي هي زي مدينة نصر وعباس العقاد و والأماكن ديّة. أنتم عارفين طبعًا مصر الجديدة والكلام ده بتبقى الأسعار يعني غالية جدًا. فطبعًا بينزّلوها للشارع ده عشان أنتم عارفين طبعًا المحلات بتحب إن هي تجيب حاجات جديدة على طول وشغل جديد، عشان أنتم عارفين الناس اللي هناك طبعًا، فبينزّلوا الشغل على الشارع دوّة. فطبعًا الشارع ده يعني صراحة بيوفّر كتير جدًا بالنسبة للشوزات. زي ما أنتم شايفين كده معايا الأشكال. صراحة هي الفرشة عنده بتبقى مليانة حاجات، يعني بتبقى مميزة ليه، بتبقى مليانة شغل وشغل متجدد على طول. يعني كل كام يوم لو رُحتوا هتلاقوا الشغل عنده متجدد عن أي فرشة تاني. برضه في فروشات تانية في الرواقي كتير عليها حاجات كويسة، وأنا في الفيديو ده مصورة لكم برضه فرشات تانية. ما اقتصرتش برضه على الصياد علشان الجولة تبقى متنوعة، وتبقى عندكم خلفية أكتر إيه اللي موجود هناك والدنيا فيها إيه هناك في شارع الرواعي، عشان اللي ينزل يبقى عارف. لكن هو صراحة شارع مليان حاجات مناسبة لكل الناس، والأسعار برضه بتاعتهم مناسبة. في عندهم في الشارع دوّة في عندهم شُنط غالية، يعني في فروشات فيها شُنط غالية. وفي فروشات فيها شنط رخيصة وفي نُص، نُص. يعني هناك الشنط برضه أسعارها متراوحة، كل شنطة بيبقى ليها سعرها. بس لو عايزين تنزلوا في أيام غير الحد انزلوا هتلاقيهم طبعًا، لكن يوم الحد انزل لهم بعد العصر. وده برضه جميل برضه، لو عاوزين له مناسبات برضه هتلاقوا عنده، يعني لو حد عنده مناسبة هتلاقوا حاجات قيّمة عنده. وزي ما أنا قُلت برضه 125 برضه السعر برضه كويس. واللي مش عارف فرشة الصياد فين، تقريبًا هتخرجوا من مترو العتبة، هتمشوا دقيقتين 3 هتسألوا عن شارع الرواعي، أي حد هيدلكم هناك قدام جراج العتبة. هتعدوا الناحية التانية أو سنترال العتبة، هتعدوا الناحية التانية في اتجاه مول صدناوي. هتدخلوا الشارع دوّة هتمشوا على طول. لو سألتوا أي حد هيدلكم، هو واقف عند العربي المعادن الحديثة. يعني محل العربي المعادن الحديثة ده معروف، اليافطة بتاعته كبيرة باللون الدهبي. هو واقف قدام المحل ده بالضبط، والناحية اتجاهه الناحية التانية ضهره مول صدناوي. يعني الفرشة بتاعته ما تتوهش خالص. الحاجات دي طبعًا يا جماعة دي بواقي، يعني مثلًا ممكن تلاقوا منها قطعة أو قطعتين، فالحاجة اللي تعجبِك وتلاقيها مقاسِك خديها، لإن الحاجات دي ما بتبقاش مكررة، عشان ده بيبقى شغل بواقي. يعني بتبقى تلاقي قطعة واحدة بس أو مقاس واحد، يعني مثلًا 37 ما فيش منه مثلًا 38. أنت وحظِّك ممكن تلاقوا منه 38 أو أكتر أو مقاس أكبر، وممكن ما تلاقوش، فأنتِ وحظِّك، فالقطعة اللي تعجبِك خديها. وكل ما تقلّبوا هتلاقوا الحاجة اللي أنتم عاوزينها. وهتلاقوا حاجات أحلى وأحلى. زي ما أنتم شايفين كده الجزم دي شكلها قمر. يعني لو أنتم زي ما أنا قُلت لو أنتم عاوزين لمناسبة
اللي عاوزين خروجة يعني هتلاقي عنده كل اللي انتوا عاوزينه ان شاء الله. في حاجات بألوانها وفي حاجات لأ. وممكن تلاقي أطفالي برضه عنده من 34 ل36، يعني برضه بينزل شغل أطفال برضه، لكن الأكتر شغل كبير يعني. ودي برضه الجزمة دي جميلة جدا برضه، يعني عنده حاجات سيربرات وشوزات وكوتشيهات، وممكن تلاقي كوتشيهات عنده برضه. كل ما تقلبوا كل ما هتلاقوا، يعني ما تزهقوش وكده. لا، هو بيخليكم تقلبوا كده. اللي واقف عنده اسمه سعد ده كويس. هو الصياد صراحة معاملته يعني شديدة شوية، لكن اللي واقف معاه سعد دوت معاملته كويسة. هو التو بقى الصياد ده بيبقى قاعد على الكرسي عم رمضان، لكن هو سعد بيبقى واقف مع الزباين وكده، فيعني هتقلبوا براحتكم برضه. اللي احنا فيها دي الأسعار يا جماعة غالية مش رخيصة. كلنا عارفين الموضوع دوت. انتوا طبعا بتنزلوا تشتروا، شوفوا أسعار السلع وصلت لإيه، فما بالكم بقى الهدوم والشوزات يعني هيبقى سعرها عامل ازاي. فاحنا بنحاول ان احنا ما يعني على قدر المستطاع اللي احنا نجيب لكم ارخص الاماكن باحلى الخامات وارخص الاسعار. فيا ريت ما تبخلوش علينا باللي ياكل اشتراك، عشان الاشتراك صراحة مزعلني. وشكرا للناس اللي بتشترك، وشكرا للناس الجديدة، واهلا بيكم في القناة. وشكرا للناس اللي بتكتب كومنتات جميلة زيكم. بكون سعيدة بالناس الجديدة اللي بتشترك في القناة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. أنا حبيت أنوع في الفيديو، أجيب لكم يعني فرشة الصياد وفرشات تانية، على أساس إن انتوا ايه يعني نبقى الفيديو ما يقتصرش على حاجة واحدة، على فرشة واحدة. وكل ما هتقلبوا هتلاقوا، يعني كل ما هتقلبوا هتلاقوا. الحاجات ديت بتبقى خفيفة جدا. الكعب بتاعها بروتين. البروتين طبعا معروف طبي، زي الطبي كده، خفيف جدا. ف ال- يعني الحاجات دي مريحة في اللبس. يعني مثلا حاجة زي اللي أنا الجزمة اللي أنا كنت ماسكاها ديت الهافان، خفيفة جدا. الحاجات دي بتبقى خفيفة جدا. وفي عندهم برضو المناسبات، جزم المناسبات. وممكن لو عروسة هتلاقي هناك جزم وصنادل. وهنا فرشة تاني برضو في الرواعي، الفرشة كانت ب150. يعني الأسعار متراوحة. في الرواعي ما بين 125 وما بين 130 أو 135 و150. يعني كل فرشة ليها سعر زي ما احنا عارفين ومتعودين ان على الفرشات اللي في الرواعي الأسعار كانت من قريب كانت ب110. يعني كان السعر موحد عندهم، أو أكترية الفروشات كانت ب110. انتوا عارفين طبعا زي ما احنا ذكرنا في الفيديو الأسعار، يعني ربنا يرحمنا والله. ده حتى برضو أسعار الهدوم غالية جدا برضو. يعني أسعار الشوزات هناك أهو كويسة برضو إلى حد ما، لكن أسعار الجلاليب والعبايات برضو مش رخيصة خالص، يعتبر زادت الضعف. فربنا يعيننا جميعا يا رب، والله المستعان. دي برضو الفرش دي بواقي. البواقي بتعرفوها ان هي يعني مثلا الشوز مثلا 39 او 37 مش مكرر منه مقاس تاني. يعني ممكن نادر اول لما بتلاقوا مكرر منه مقاس اكبر او اصغر، لكن ديت عشان بواقي طبعا المحلات بتبقى تصفيات المحلات، فممكن تلاقوا مثلا 37 هو شوز واحد ما فيش منه 38 او 39 كده يعني. وممكن تلاقوا من اللي هو الجزم الفلاتة ديت اللي هي اللي على الأرض، دي ممكن تلاقوا منها 41 38 36. لكن الأنواع التانية يعني ممكن تلاقوا ممكن لأ.